اخبار النادي الاهلي النهارده كلها اصابات. الاهلي بيعلن اصابه الشناوي بشد من الدرجه الثانيه في العضله، في العضله، وكده هيغيب عن لقاء شباب اللي هو جيش الملك ان شاء الله يوم الجمعه. اعتقد كده الشوبير هو اللي هيلعب اساسي مع النادي الاهلي الماتش دوت. ونشوف بقى شوبير هيقعد، شوبير مين، الشناوي هيقعد قد ايه مصاب. ويا ريت يقعد لغايه ما نخلص الموسم كله، عشان لازم يقعد بديل بصراحه، كفايه عليه كده. كمان احمد عبد القادر بيتعرض لاصابه في العضله الخلفيه، وهيغيب عنها شهرين، بقى 3 اسابيع لشهرين. وكمان محمد شكري عنده شد في الدرجة التانية، وهيغيب 3 أسابيع من لعالم المباريات. يعني الاتنين مش هيكملوا لغاية بعد بطولة أفريقيا، لأن خلاص هو ماتش اللي هو الجيش الملكي. بعد كده عندنا بقى بتوش، ممكن في كأس الرابطة بقى يرجع شكري. أعتقد عبد القادر مش هيلحق برضو كأس الرابطة. كمان الأهلي النهاردة بيتعرض مصطفى العش الارتجاج في التمرين، ودخل مستشفى، واتحجز 24 ساعة لغاية طبعا عشان الفحوصات، عشان يطمنوا عليه، وإن شاء الله يكون كويس ويرجع تاني للتدريبات. كمان عندنا خبر إن الأهلي بيحاول يجيب الباك الشمال بلاعب يحيى زكريا، لاعب غزل المحلة. والنادي عاوز اشترط ان هو عاوزين 50 مليون جنيه غزل المحلة عشان يستغنوا عن اللاعب. فهنشوف بقى الاهلي هيعرف يجيب اللاعب ولا لا. عندنا اخر خبر، سورب المدرب الاهلي طالب 4 صفقات، عاوز باك شمال، وعاوز 2 مدافعين، وعاوز 2 مهاجمين، ولا ايه، مش مدافعين، ومدافع واحد. فهنشوف بقى الاهلي هيجيب اللي هو عاوزه ولا لا. بيجيب له ترشيحات عشان يشوف مين اللعيبه اللي هو عاوزها. لغايه دلوقتي اعتقد وافق على هو يحيى زكريا، لاعب غزل المحله. دي كانت اخبار الاهلي النهارده، وهعمل لكم فيديو تاني فيه اخبار الزمالك. متنسوش تعملوا لي لايك وشير.